أواخر شهر رمضان المبارك ومع قدوم عيد الفطر السعيد وبإحسان كريم من توداف وقف تركيا والشرق الأوسط للتضامن وتبرعات المحسنين من الدنمارك، نقوم اليوم بتقديم كسوة العيد للأطفال الأيتام من الفقراء والمحتاجين الذين فقدوا المعين لهم وأصابهم من الهم والحزن والحرمان ما أصابهم. اليوم بفضل الله تعالى وبعطاء كريم من إخوتنا في توداف وبتبرعات المحسنين من الدنمارك تم تقديم كسوة العيد لهم، وأزهرت وجوههم البريئة بالبسمة وتطايرت ضحكاتهم الجميلة وامتلأت قلوبهم بالسعادة. فهنيئا لإخوتنا في توداف وقف تركيا والشرق الأوسط للتضامن، وهنيئا للمحسنين في الدنمارك بهذا العمل الطيب المبارك. فكم وكم لكم من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويكفيكم جزاء لكم على هذا العمل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حيث قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أفرح الله قلوبكم وأنار طريقكم ورضي عنكم وتقبل منكم هذا العمل المبارك وألبسكم ثوب الصحة والعافية. شكرا للمحسنين في الدنمارك، الله يجزيهم الخير ويكثر ألف خيرهم. أنا كنت السنة ما أنا جايبة لأولادي ثياب على العيد لأنه ما معي، يكثر خيرهم لبسوا لي أولادي الاثنين وجزاهم الله كله خير والله يعطيهم ألف عافية، شكرا لهم. نشكر المتبرعين المحسنين من الدنمارك على تقديمهم ودعمهم لنا، دعم الأيتام. يعني ظرف كان كثير صعب، يعني الأهالي كثير بوضع صعب، يعني ما خرج تكسي أولادها، يعني وكسوا أطفال كل أيتام وفرحوهم، نجزيهم كل خير والله يعطيهم ألف. جزيل الشكر للمحسنين في الدنمارك على الفرحة الكبيرة اللي أمنوها للأطفال الأيتام بفرحة العيد، وبالأخص بعد التضرر اللي صار بسبب الزلزال. في ناس كثير ما بتحسين تأمين احتياجات العيد واحتياجات الأطفال. الحمد لله هلا كثير يعني أمنوا رغبة كثير كبيرة لعدد كبير من الأطفال وفرحوا عدد كثير كبير، والله يجزيهم كل خير. يعني الوضع كثير ما كان بالحمل، الحمد لله هلا صار أحسن من قبل، الله يجزيهم كل خير. نحن بنشكر المحسنين في الدنمارك على كسوة الأولاد الأيتام، لأن نحن كنا ما غدرانين نكسيهم على العيد، والله يعطيهم العافية والله يجزيهم الخير وكتر الله من أمثالهم.